انا بغيت غير نعرف شكون هذا اللي دخل لنا الثقافه ديال اللانش بوكس في هذا الزمان هذا. الوالدين مساكن ما بقاو عرفوا يشريو الكتوبه ولا الدفاتر ولا يشريو البواطه، وشي كيتنافس مع شي. الله يرحم زماننا، كاع ما كنا كنعرفوا هذا الشيء. من جيل هذا؟ حنان واش جيبي معاك الميكا باش دير معاك العقبه ديال المدرسه، وحضي لي تفردك اجي ونشوفوا زماننا كان كل شيء بسيط وسهل. كانوا كيديروا لنا خبيز فيه شويه ديال الدواز ولا المرقه ويديروها لنا في ميكا كحله، وكناكلوها وندوقوا في بعضياتنا وكنا فرحانين. انا شخصيا كان عندي الدخول المدرسي بحال الحفله، بحال الفرحه اللي كتجيني في العيد. يعني كنتسنى متى غادي نمشي للمدرسه وهذا داك الستيلو بديك الورقه باش نقيدوا الادوات والكتوبه. دابا الوالدين ولاو كيشريو الكتوبه في شهر 7 ويغلفوهم في شهر 8 وداك الشيء غالي. ما فهمتش، كاين واحد الديكالاج اللي انا دماغي ما بقاش بغا يستوعبوا ليا. ايوا تحيه للامهات، الله يصبركم على وليداتكم ان شاء الله. شوف البنات بلا ما نتخاصموا عاوتاني في التعاليق، راه والله العظيم الا المرقه ديالي بنينه واللي داقه عندي كتعجبو بزاف. بلا ما تبقاو تقولوا لي وما قليتيش وما درتيش، جربوا وحكموا صافي. خليكم معايا في الوصفه والله الا غادي تعجبكم، ثقوا فيا. اذا عندي جوج ديال الدجاجات اللي قطعتهم هكذا طريفات، زدت عليهم واحد البصله كبيره مشلضه، 5 ديال الثومات محكوكين، غادي نضيف معاهم 3 معالق ديال القزبور ومعدنوس، معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه كبيره ديال السكينجبير، غادي ندير معاهم نص معلقه ديال البزار، الملحه، وواحد الضامه ديال الزعفران الحر الا ما بغيتوش ما ديروهاش. عندي نص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، نص حامضه معصوره، غادي نزيد معاهم نص حامضه مصيره مقطعه بحال هكذا. من بعد غادي نضيف الماء، ما غاديش نقليها البنات وما كنقليش وما غاديش نقلي المهم من بعد كنشعل عليها كنخليها حتى كطلع فيها الغليه، وكنزيد نص كاس ديال زيت البلديه، كنزيد البطاطا ديالي، وكنزيد شويه ديال الملحه ضروري فوق البطاطا. والسر كاين في هاد المعلقه ديال الزبده، دائما انا كندير فيها معلقه ديال الزبده كتجي غزاله البنات. صافي من بعد كنخليها كطيب على خاطرها، كنزيد عليها الزيتون الحامض مصير من الفوق، وبالصحه والراحه راها كتجي بنينه. جربوها عاد حكموا وكونوا على يقين، ما كنعطيكم حتى شي حاجه كنكون انا متاكده منها ومجرباها بزاف ديال المرات. وما تنساوش كنحماق عليكم. كوكو بنات، سلام جيت باش نشارك معكم الغديوه اللي درت للضياف ديالي، وغادي نشارك معكم حتى الطبيله. اذا اول حاجه البنات قديت الطبيله ديالي كيف ما كتشوفوا، اختاريت الالوان ما بين الابيض والذهبي. انا كيجيوني هاد الالوان كيديروا واحد اللمسه راقيه للطبيلات ديالكم، وحتى الطبيله ديال لي سيرفيات ديالكم البنات راها مهمه. يعني انا هنا اختاريت نديرها سامبل وكتبان راقيه وزوينه، شديتها بهاد لي زانون ديال الصم الحر اللي فيه واحد لابيغ، وهذه هي الطبيله ديالي. دابا غادي ندوزو الوصفات ديال لي كوتليت. اول حاجه البنات شعلوا الفران ديالكم وسخنوه على درجه حراره 200. هنا خديت لي كوتليت درت لهم الملحه والبزار وسخنت المقله مزيان البنات، خصها تكون سخونه. درت معلقه ديال الزيت وستفت لي كوتليت ديالي وخليتهم كيطيبوا 4 ديال الدقائق لكل جهه. من بعد دخلتهم للفران تقريبا واحد 7 ديال الدقائق. في نفس المقله درت 2 ديال فصوص الثومه، زدت عليهم 2 معالق تقريبا ديال المعدنوس، شويه ديال الماء، ومن الاحسن يكون مرق الدجاج. زدت الملحه والبزار وطريف ديال الزبده وخليتها طيب على خاطرها حتى ولات بهذا القوام. ذوبت معلقه كبيره ديال الزبده في نص كاس ديال الحليب، وزدتو على 500 غرام ديال البطاطا اللي سلقت من قبل. غادي نزيد عليهم شويه ديال الكوزه وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، ولا بيغي ديالنا وجدات. في طبق التقديم درت لا بيغي وستفت عليها لي كوتليت، زدت معاهم البريوات. بالنسبه للخضره البنات راه عندي ديجا في يوتيوب، درت معاهم هاد لي بيك ديال الخضره وزدت لاصوص فوق لي كوتليت. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى ان الطبيله والوصفه يكونوا عجبوكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. وما تنساوش كنحماق عليكم. كوكو بنات، سلام نزولا عن الطلب ديالكم. بغيتو سلطه ديال الصيف، جبت لكم هاد لا سالاد بلا صوص ديالها كتجي رائعه. خليكم معايا في الوصفه. اذا اول حاجه البنات خديت هنايا طريفات ديال الدجاج، زدت عليهم الملحه والبزار، زدت عليهم معلقه صغيره ديال الموطارد ومعلقه ديال عصير الحامض. غادي نخلط مزيان ومن بعد غادي ندوزهم في الدقيق خلطتهم مع الماء، ومن بعد في لاشابلور وغادي نطيبهم في القلايه الهوائيه. بالنسبه للفينيغريت عندي 4 كاس ديال زيت البلديه، 3 المعالق ديال الخل، معلقه صغيره ديال الموطارد، شويه ديال الملحه، عندي واحد الثومه محكوكه، 2 معالق ديال الزعتر الطري كيجي رائع، وعندي شويه ديال البزار. وغادي نخلط الفينيغريت ديالي. بالنسبه لاصوص المرافقه عندي 3 المعالق ديال لا مايونيز، 3 المعالق كبار ديال الحبق، 3 ديال الكركاعات، و3 المعالق ديال الياغورت، ملحه والبزار. وغادي نطحنوا وغادي نحصلوا على هاد لاصوص بهذا القوام. هنا البنات ضروري من البانيو في الغوز ضروري. درت فيه 300 غرام ديال لي بات، شويه ديال الخس،
لي طوماط سوريز غادي نزيد عليهم فروماج شيدر مربعات، وغادي نزيدوا لا فينيغريت ديالتنا، وغادي نخلطوا مزيان لا سالاد. صافي البنات هنا درتها في طبق التقديم، زدت عليها الدجاج اللي قطعته على جوج، ومن بعد غنزيد عليها شويه ديال الفروماج شيدر، غادي نزيد عليهم زويتونات كحلين وشويه ديال البارميزان من الفوق وهذا اختياري، ومن بعد غادي نزيدوا عليها لاصوص ديالتنا وبالصحه والراحه. الوصفه ديالتنا سالات، واش نزيدكم اللي سالاد ولا نرجعوا لي ساندويتش؟ قولوا لي في التعاليق وما تنساوش كنحماق عليكم. كوكو بنات، سلام ساندويتش ديال اليوم ديال الطون بمكونات ساهله متواجده في كل بيت وسهل، ممكن تستعملوه في البان دومي اولا في الكومير. خليكم معايا في الوصفه. اذا غادي نحتاجوا واحد البصله اللي حمراء، هذه هي اللي كتليق لي صالاد البنات، كنقطعوها رقيق وكنزيدوا على جوج بواطات ديال الطون، غادي نزيدوا معاهم جوج معالق ديال الكورنيشون، جوج ديال الفرماجات، ومعلقه كبيره ديال لا مايونيز، الا ما كانش ممكن ديروا ياغورت مسوس، ملحه والبزار، وغادي نخلطوا. صافي من بعد غادي ناخذوا لي توست ديالنا اولا الباغيت، كندهنوه بالفرomاج اولا لا مايونيز، كنديروا فرomاج ساندويتش، ومن بعد كنزيدوا الطون ديالنا، غادي نزيدوا شويه ديال الخس، ومن بعد غادي نزيدوا القطعه الاخرى ديال البان دومي اللي دهناها حتى هي بالفرomاج اولا لا مايونيز، وبالصحه والراحه. الناس بغيتكم تجربوه، كيجي رائع، ما تنساوش كنحماق عليكم. كوكو بنات، سلام. وصفتنا اليوم هي لا سلطه ديال الروز، هاد الوسطانيه البنات على الطريقه ديالي، خليكم معايا في الوصفه. اذا السر كاين في البانيو الغوز من طبيعه الحال، 400 غرام ديال الروز، 200 غرام ديال المايس، 3 البواطات ديال الطون فيهم شويه ديال الزيت، غادي نزيد معاهم 150 غرام ديال لادان فومي، و150 غرام ديال الفرomاج حمر غابي. بالنسبه للاصوص عندي 3 المعالق كبار ديال المايونيز، 3 د الفرماجات مثلثين، ونص كاس ديال الحليب، وغادي نزيد معاهم الملحه والبصل، وغادي نخلط هاد المكونات وغادي نضيفهم على لا سلطه ديالتي. وما تنساوش الملحه والبزار، وغادي نخلطوا لا سلطه ديالتنا، واللي كيعجبها الكيتشوب فتزيد واحد المعلقه كتجيب مذاق زوين. هنا خديت الساخكل قديت فيه لا سلطه ديالتي، زوقت بشويه ديال الجامبون ودورت عليها شويه ديال الفرomاج، وغادي ندير البيض مسلوق وغنزوق بشويه ديال لوبيا حمراء، وبالصحه والراحه. بنات جربوا هاد لاصالاد بهاد لاصوص هادي ورجعوا عليا الخبار، وما تنساوش كنحماق عليكم. كوكو بنات، سلام. بالنسبه للبواطه ديال اليوم تقدر تنفعكم مع الكبار كما تنفعكم مع الاطفال، خليكم معايا في الوصفه. هنايا كيف ما كتشوفوا عندي طريفات ديال الدجاج اللي زدت عليهم معلقه كبيره ديال البصله مخلطه مع الثومه، زدت عليهم معلقه صغيره ونص ديال الكاري. هادو هما التوابل ديال الكاري البنات، راه كيتباعوا في المحلات الكبرى، الا ما كانوش عندكم ديروا غير شويه د الحلبه. المهم غادي نضيف عليهم شويه د البزار، شويه ديال الملحه، نص معلقه صغيره مع مراش ديال الخرقوم البلدي، وهنايا اختياريا ضفت عليهم شويه ديال الخليط ديال المساله، راه كيتباع في المحلات حتى هو. صافي وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. من بعد طيبتهم في شويه ديال زيت البلديه، ملي طابو ضفت عليهم 2 المعالق ديال مطيشه صوص، اولا غادي ديروا غير شويه د مطيشه محكوكه. من بعد ضفت عليهم لا كريم فريش، وصافي غنخليهم يطيبوا مزيان حتى يوليو ليا بحال هكذا، ورافقته مع الروز اللي درت ليه شويه ديال الملحه والزبده، وبالصحه والراحه. ما تنساوش كنحماق عليكم.